هتكلم فيه معاكم في مواضيع كتيرة ومختلفة ومتنوعة. بس دايما هيكون الهدف منها ان احنا نخلي حياتنا احلى وافضل واجمل واسعد لينا واللي حوالينا. هستفيد منكم وتستفيدي مني، ويا رب اكون عند حسن ظنكم بيا. يلا بينا. هتكلم معاكم في موضوع مهم قوي 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 بالنسبة لي، وبسبب المو... الموضوع ده او الكلمة دي الحمد لله حياتي بقت احسن بكتير، غير حياتي 180 درجة بطريقة يعني صعب عليا اوصفها. الكلمة دي هي ايه؟ الامتنان. شكرا. هقول لكم على حكاية حصلت معايا في سنين فاتت. في 2012 دخل علينا هوريكين ساندي. هوريكين ساندي شال الاخضر واليابس، خد بيوت ناس كتيرة، عمل ضرر فظيع. ناس كتيرة بيوتها اتدمرت، الحاجات اللي فيها راحت، ناس كتير ماتت. كان يعني وضع مؤسف جدا. انا كنت عايشة في منطقة الحمد لله كانت اقل ضررا. الاقل ضررا دي بقى اتقطعت عندنا فيها الكهرباء لمدة 8 ايام، مفيش كهرباء، وده كان اقل ضرر. ما حصلش الحمد لله عندنا فلودنج ولا دمج للبيت ولا اي حاجة، بس ما كانش فيه كهرباء. تالت يوم من من ساندي لما شرفت، الكلام ده كان في اخر اكتوبر اول نوفمبر، دخلت علينا عاصفة ثلجية. الدنيا كانت تلج، وما كانش فيه تدفئة ولا مياه سخنة، او يعني وظلام دامس. فلا عارفين نستحمى ولا عارفين ناكل اكله سخنه، وطوابير على البنزينه بشكل فظيع. الناس كلها عايزه تملى عربياتها وعايزه تملى بقى الجنريتورز اللي عندهم عشان يجيبوا كهرباء. في الوقت ده في شمال الاردن كان في مخيم للاجئين السوريين، دخلت عليهم برضو ايه عاصفه ثلجيه. بس عملت ايه بقى؟ شالت الخيم باللي فيها. يعني حجم الضرر كان اضعاف اضعاف مضاعفه على اللي احنا كنا فيه، وخصوصا دي خيم مش بيوت. دي كانت اول مره اخد بالي من مسلمات الحاجات اللي حواليا اللي انا ايه واخدها for granted، يعني ما عنديش ليها تقدير. صح ما كانش في عندنا كهرباء، لكن في عندي بيت يقويني، كان فيها سقف قويني، بيت الحمد لله مش متدمر. صح ما كانش في عندي لقمه سخنه كلها، لكن في عندي كان حاجه اكلها. عندي عربيه اقعد فيها واعيط، او ادفي نفسي، او اشتغل على الكمبيوتر بتاعي لو انا عايزه اخلص شويه حاجات. المية بتاعتنا وقتها دخل عليها قالوا انها تلوثت، وكانت في سبيكيليشن المية دي مبقتش صالحة، بس في مية. مهما كان الوضع اللي احنا كنا فيه مزري، وضع اللاجئين السوريين في الوقت ده كان 10 مرات أسوأ. فافتكر وقتها انا قاعدة بالعربية ومتضايقة ان مفيش مية ومش عارفة استحمى ومش عارفة اكل. I was miserable. اتضايقت من نفسي، حسيت بالذنب، حسيت بالرفاهية اللي انا فيها. انا قاعدة في العربية، انا عندي عربية قاعدة فيها. الناس دي ما عندهاش بيوت، بيوتها راحت. فبدأت ايه اخد بالي شوية شوية من الحاجات اللي حواليا اللي انا ايه واخدها for granted. في 2001 في 2021 كانت فترة نوعا ما صعبة في حياتي، وكنت على اليوتيوب يعني سكرولينج وبضيع وقت كالعادة. فطلع عندي فيديو it's called gratitude meditation. لو شغلت ده لمدة 21 يوم حياتك هتتغير. اوكي اجرب. بقيت بشغل الجراتيتيود المديتيشن ده اول ما اصحى من النوم، قبل ما امسك، قبل ما ادخل على السوشيال ميديا، او قبل ما اشرب القهوه بتاعتي او اي حاجه، وانا بعمل السرير وبجهز نفسي وبجهز القهوه حطيت الجراتيتيود مديتيشن ده. والمفروض انه ايه شغال لمده 12 دقيقه تقريبا، 12 دقيقه 13 دقيقه حاجه زي كده. يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، أنا لحد دلوقتي الكلام ده في 2021 بحط المديتيشن ده وبرضه بسمعه. بدأت ايه احس بالحاجة، احس بالامتنان، احس فعلا شكرا 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 يا رب على كل حاجة حلوة في حياتي. شكرا على النعم اللي حواليا. انا هعد بقى النعم دي
as we go في البودكاست. بس عايزة اتكلم معاكم في فوائد الامتنان. الفوائد الامتنان ليها جوانب كتيرة. عندك الجانب البيولوجي وعندك الجانب الروحاني. من الجانب البيولوجي دكتور جو ديسبنزا اكتشفوا بالابحاث والدراسات بتاعتهم، كانوا بيعملوا ميجرمنتس لناس كتيرة، ان الامتنان اول حاجة بيخفف التعب، بيحسن النوم، بيقوي جهاز المناعة ضد الامراض، بيطول العمر الافتراضي. طبعا احنا عارفين كل واحد لينا عمر معين ربنا بياخد امانته في الوقت ده، لكن العمر الافتراضي مثلا ان انت ما بتبقاش عيان قوي في الفترة دي. بيحفز الدماغ انه يفرز هرمونات السعادة اللي هي دوبامين وسيروتونين. مين مش عايز يكون في احسن صحة؟ مين مش عايز يكون في احلى مود؟ مين مش عايز يبدأ يومه وهو عارف ومتأكد ان في حاجات كتيرة حلوة هتحصل النهاردة وهشكر عليها ربنا بعد كده؟ فده كان الجانب البيولوجي، وانا فعلا حسيت فيه فرق معايا بجد. خف الاسترس بتاعي عشان انا عندي دايما انكزايتي ودايما متوتره ودايما موتره اللي حواليا وعامله فزع. بس الامتنان، شكرا يا رب، فعلا شكرا ان اقدر افتح عيني النهارده، شكرا ان في يوم جديد. ناس كتيره ما عندهاش الرفاهيه ان يدخل عليها يوم جديد. شكرا ان عندي افتح الحنفيه الاقي فيه ميه. شكرا ان بفتح التلاجة بلاقي فيه اكل واكل كويس. شكرا ان عندي بيت. مش هنعد دلوقتي، هقول لكم هنعمل الاكسرسايز بعد كده. نيجي بقى ايه على الجانب الديني. الدين بيقول ايه؟ تعالوا نشوف. في الكتاب المقدس العهد القديم في المزامير دي مليانه حاجات. في مثلا عندك كتاب من المزمور 136 احمدوا الرب فانه صالح، من الابد رحمته احمدوا اله لآلهة، احمدوا سيد السادة، والى اخره الى اخره الى اخره. اشكروا ربنا اشكروا ربنا اشكروا ربنا. الكتاب المقدس العهد الجديد في حاجات حلوه برضو هنا. في من رساله اهل فيليبي رساله بولس لاهل فيليبي اللي بقول لك فيها في 6 و7: لا تكونوا في هم من اي شيء كان، بل في كل شيء لترفعوا طلباتكم الى الله بالصلاه والدعاء مع الشكر. نيجي بقى للمصحف. القرآن قال ايه؟ القرآن في سورة إبراهيم آية 5 وآية 7. بسم الله الرحمن الرحيم. آية فين هنا؟ الآية 5. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا بيقول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي الآية 7 صدق الله العظيم، دي فظيعة، ركزوا معايا هنا. بتقول إيه؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. ولئن شكرتم لأزيدنكم. الكلمة دي أنا بحبها قوي قوي قوي، عشان just to make something clear. أنا مش بفهم في الدين كتير ومش بفتي، وطبعا في ناس كتير علماء وحافظة عني وبفهموا أكتر مني في الكلام ده، بس دي النوتات اللي بتفرق معايا. ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني إيه؟ يعني لما تقول يا ربنا شكرا على النعمة اللي اديتها لي، شكرا على كل ده، ربنا هيديك أكتر، وده الشيء الطبيعي، ده العادي. يعني لما تيجي تدي حد هدية ويكون الرياكشن بتاعه شكرا، هو ده اللي ربنا قدرك عليه، اوكي على العموم تسلم ايدك، بعد كده مش هيبقى لك نفس تدي البني ادم ده اي حاجه. لكن لو الشخص ده وراك امتنان وتقدير للي انت عملته، تبقى عايز تديله حاجه اكبر واكتر. ليه؟ لان الفرحه في وشه وتقديره بيديك حافز تعمل اكتر. فالامتنان مش بس صحي لينا ولجسمنا ولحياتنا، لا ده كمان بيجيب لنا خير كتير في حياتنا، وهو مجرد ايه؟ تغيير في المنظور.
انت بدل ما تشوف الحاجه كمسلمات، قدرها اكتر. اعملها زي ايه مثلا، تبقى لعبه. في حاجات كتير نشكر ربنا عليها. انا ببص هنا على النوتس بتاعتي عشان ما انساش. فزي ما قلنا، ده الجانب الروحي وده الجانب الديني. مش محتاجه يعني. طب اشكر ربنا على ايه؟ حاجه كتير ممكن نشكر عليها. نبدا اول حاجه، نشكر ربنا على على ايه؟ على نفسي، على جسمي، على ان انا قادر امشي، على ان قادر مثلا اكل، ان يعني الوظائف بتاعتي بتحصل بالشكل المفروض تحصل بيه من غير اي خلل. ولو حتى حصل فيه خلل، الحمد لله بتتحسن. احنا جسمنا معجزه بصراحه، يعني احنا جسمنا ده معجزه. الحاجات اللي بتحصل فيه، والحاجات اللي الطريقه اللي هو بيعالج نفسه بيها، الطريقه اللي هو بيحمي نفسه بيها، دي حاجه فظيعه يعني. ما حدش يقدر يعمل حاجه زي كده خالص غير ربنا. فنشكر ربنا على جسمنا اللي مستحملنا من ساعه ما اتولدنا لحد ما نموت، هيفضل معانا، وناخد بالنا منه ونقدره ونشكر ربنا عليه. حاجه تانية، نشكر ربنا على النعم اللي حوالينا. ان عندي سرير ابد فيه، عندي لحاف اتغطى بيه، عندي لقمه كويسه اكلها، عندي ميه اشربها، عندي كهرباء في البيت. بس كنت بقول لكم شويه على الكهرباء اللي اتقطعت 8 ايام. دي حاجات نشكر ربنا عليها، لان دي لو راحت مش هيكون لطيف. نشكر ربنا على الدروس اللي اتعلمناها عملت شخصيتنا. حاجات كتير بتعدي علينا لو احنا بصينا عليها ان هي من ايه، ده درس. كل حاجه الحمد لله ده درس، كل حاجه بتعدي علينا درس نستفيد منه. احنا ما وصلناش المرحله اللي احنا وصلنا لها دلوقتي الا لان كان في سبب خلانا نوصل اللي فيه. ما وصلناش طريقه تفكير معينه الا كان كان في موقف حصل او درس اتعلمناه، فعشان كده احنا بقينا الاشخاص اللي احنا عليها دلوقتي. فنشكر ربنا على الدروس دي اللي صقلت شخصيتنا، خلتنا مثلا نقدر نقاوم مصاعب معينه، نقدر نتصرف في حاجات معينه تعلمنا. نشكر ربنا على الحلو اللي رضانا بيه، ونشكره على الوحش اللي اتعلمنا منه. طبعا هما يعني قريبين من بعض النقطة دي واللي قبلها. لو احنا نشكر ربنا على الحلو اللي دايما رضانا بيه، الحمد لله الحمد لله ربنا دايما بيراضينا. ولو ما كناش عارفين بنعرف بعد كده، دايما بيراضينا. ولو حاجة وحشة حصلت فاحنا اتعلمنا منها. مفيش حاجة يعني مفيش حاجة بتضيع كده ملهاش اي لازمة. نشكر ربنا على الناس الجميلة اللي حوالينا، على اهلنا واصحابنا والناس اللي بنشتغل معاهم والناس اللي بنقابلنا في حياتهم. ربنا بيحط ناس جميلة جدا في حياتنا وفي طريقنا وفي الرحلة بتاعتنا دي، نشكره عليها، لان دول ما جوش كده من نفسهم. نشكر ربنا على الحاجات اللي كان نفسي تحصل وما حصلتش، الحمد لله يا رب. تخيل مثلا لو انتي اتجوزتي البني ادم ده، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. احنا طبعا ما بنعرفش الكلام ده في ساعتها، بنعرفه بعدين. في ساعتها بنبقى قاعدين بقى بنعيط وبنلطم، يا رب ليه دايما بيحصل معايا كده ومش عارفه ايه، وليه انا بس اللي دايما حظي منيب 60 نيله. ليه؟ لان في حاجه احسن جايه، دايما في حاجه احسن جايه. يا اما احنا بنتحمي من حاجه وحشه هتحصل، يا اما في حاجه احسن جايه. ده هو كده، يا ده يا ده بس. هقول لكم على حاجه حصلت معايا برضو في 2021 دي كانت سنه غريبه. عملت عمليه في عينيا، وكانت عمليه صعبه. فالريكفري تايم ان انا اقعد اسبوع. طبعا ان انا عارفه اشوف ولا عارفه اقرا ولا عارفه يعني اخد بالي من نفسي بطريقه معينه. فكنت قاعده عند بابا ومع اخواتي اللي كانوا بياخدوا بالهم مني. في الوقت ده طبعا انا ممنوع اتفرج على التلفزيون، فقاعده في ظلام دامس، لا ينفع اشوف شمس ولا حاجه، ولابسه نظارات سودا وصداع والم، وكنت في مود زي الزفت. اهلي تحملوني في الفتره دي،
مش مضطرين، لكن تحملوا نكدي، وتحملوا مودي الوحش وغلاستي. أنا بفتكر مرة كنت خارجة من الأوضة، خلاص زهقت، قاعدة لوحدي، فعايزة أخرج أقعد معاهم، أتفرج معاهم على التلفزيون. فأختي شافتني قالت لي لا ارجعي الأوضة، أنا حاجة أقعد معاكي. فجت، طبعا أنا مش شايفة، فحطت لي ستاند اب كوميدي عشان تسليني. سابت التلفزيون كانت بتتفرج عليه وجت تقعد تحط لي ستاند اب كوميدي عشان تسليني. دي نعمة، دي نعمة. انا بقدر البنت دي بشكل مش طبيعي، يعني بموت فيها. الحمد لله، الحمد لله، من احلى الحاجات ربنا يعني حطها في حياتي، ان اختي واهلي في حياتي. انا مش عندي اهل، هاخد بالي من نفسي ازاي؟ ده انا حتى ما كنتش عارفه امسك التليفون، وماسكه التليفون ولازقه كده في وشي، وكل حاجه ايه، مشوشه ودبل، ولا عارفه اسوق ولا عارفه اعمل اي حاجه. كان في ناس موجوده في حياتي تاخد بالها مني. ده غير ان انا ايه، شكرت ربنا جدا على نعمه النظر اللي عندي. فكرة ان انا مش عارفه اشوف ومش عارفه اخد بالي من نفسي بالطريقه دي كانت فكره مخيفه. انا فعلا قاعده في ظلام، ومش عارفه اشوف ومش عارفه اسوق ومش عارفه امارس حياتي الطبيعيه. دي كانت نعمه. ولما عملت عمليه طبعا عشان تتحسن، فريكفري تايم، فالوقت اللي ده الان بتوين كان مخيف، انت مش قادر تشوف. فشكرا يا ربنا على نعمه النظر اللي عندي. شكرا يا ربنا ان انا قدرت اعمل عمليه عشان احسن نظري. يعني كان عندي المقدره ان اعمل العمليه دي يعني من البدايه. دي كلها نعم. بدات ايه، امرن نفسي ان اخد بالي من المسلمات، مهما كانت تافهه ومهما كانت صغيره ومهما كانت يعني عادي، هي فعلا حاجه كبيره. عشان لما بتخيل انها راحت مني ببقى مرعوبه. هو بس ايه، تغيير في وجهه النظر. يعني مثلا لو جالك مبلغ من المال، يعني فلوس جات لك، ربنا الحمد لله بعت لك فلوس، وحصلت معاك حادثه، الفلوس دي راحت للحادثه على طول. عندك حلين: يا اما هتقعد تقول يا ربي هو انا مش هلحق اتهنى يا رب بالفلوس دي، الحاجي باليمين هروح بالشمال، مش يعني مفيش فلوس بتقعد في ايدي، خلاص الفلوس دي منظور فيها مفيش فيها بركه. او تبص عليه وتقول الحمد لله يا رب، ده انا الحادثه دي حصلت والفلوس دي ما كانتش جاتني، ده انا كنت احتست حوسه. الحمد لله، الحمد لله فعلا ان ربنا بيسبب الاسباب، وحماني من الاول وكل حاجه كانت متدبره، وقدرت اخد بالي من المشكله دي. عندك ده وعندك ده الحل السلبي ده اللي انا هقعد ايه بقى ارن بقى وازوم وانكد والكلام ده. بيعمل ايه؟ بيقلل الرزق، بيعمل لك امراض مستوتنه بتستوتن في جبتك، وبيقلل فعاليه جهاز المناعه، والذاكره عندك بتضعف، وكل الحاجات المش لطيفه بتحصل عندك. وعندك رد الفعل التاني ايه؟ بيخلي عندك شعور بالسعاده، بتبقى انت شخص لذيذ ليك واللي حواليك، جهاز المناعه عندك بقى كويس، صحتك بتبقى كويسه، بتنام كويس، ما بتحسش بالتعب على طول. ده غير نفتكر احنا قلنا ايه في الاول؟ ربنا قال وان شكرتم لازيدنكم، في خير كده بعد كده جاي. ليه؟ عشان انت قدرت النعمه اللي جات لك في الوقت ده، هيجيلك كمان واكتر. ومين مش عايز كمان واكتر؟ لو مثلا احنا عملنا تمرين كل يوم الصبح وقبل ما ننام، الصبح اول ما نصحى من النوم نكتب مثلا 5 حاجات احنا فعلا 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 من جوه من قلبنا بنشكر ربنا عليها. شكرا يا رب على السرير اللي انا نايم فيه، شكرا يا رب على بيتي اللي انا قاعد فيه، شكرا يا رب ان انا دافيان ومتكنكن تحت اللحاف، شكرا يا رب ان انا فعلا مدين الحياه الحلوه دي، الى اخره. اقعد عد. شكرا يا ربنا على الشمس الحلوه النهارده منوره، شكرا يا رب على الشتاء اللي هينزل بقى ويخلي الجو كده رومانسي ولطيف ولذيذ.
بالليل قبل ما ننام 5 حاجات. شكرا يا رب على الشغل اللي انا رحته النهارده. شكرا على الناس اللي قابلتها. شكرا على الضحكه اللي انا ضحكتها على النكته اللي حصلت. شكرا على الفرص اللي دايما بتجيني. نشكر ربنا على الحاجات اللي حصلت واللي لسه احنا متوقعين ومتاكدين تماما انها هتحصل، لان دايما في حاجه احسن هتيجي. دايما في اغنيه للكاروكي بتقول دور على الحلو بس، خليها لعبه. لما انا مثلا احيانا بخرج مثلا عشان اتمشى او حاجه، باخد بالي من اللي حواليا. شكرا يا ربنا ان قادر امشي واستمتع يعني جسمي مديني القدره ان انا اقدر امشي. شكرا ربنا على الجو الجميل. شكرا على الهواء النظيف اللي انا بشربه. ايه ده؟ شكرا يا رب على الهواء النظيف اللي انا بشمه. شكرا على الحاجات الجميله اللي انا بشوفها. شكرا على الشجر دي والوانها الحلوه. شكرا ان عندي المقدره ان انا اشوف الحاجات الحلوه في حياتي، لان دي عاده مش كل عنده، بس بتيجي مع التعود. في حاجات كتير نشكر ربنا عليها. واحده من الحاجات برضو انا بشكر ربنا ان اداني المساحه والسكيلز ان انا اقدر اكلمكم على السوشيال ميديا او على البودكاست او الحاجات دي. زمان ما كانش في الكلام ده، كنا شغالين بالكاسيت. نشكر ربنا على كل حاجة، نمتن على كل حاجة، عشان دايما في حلو جاي. حلو دايما جاي. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستمتعتوا، وانا ما هريتش كتير. لا انا هريت كتير بس عادي يعني، وكنت عند حسن ظنكم. الحلقات موجودة على البودكاست بلاتفورمز، فعندكم سبوتيفاي، عندكم البودكاست على ابل، في انغامي، في يعني في كل حتة. لو عجبكم البودكاست بليز اعملوا تقييم، لان ده بيفيدني في المستقبل ان انتم تشوفوا حاجات انا عندي كتير. ولو بتتفرجوا علي على اليوتيوب اعملوا لايك وسبسكرايب عشان برضو يوصلكوا حاجات كتير مني برضو. ويا رب تكونوا استمتعتوا زي ما انا استمتعت وانا بعمل الحلقه دي. واشوفكم المره الجايه ان شاء الله. باي.